خد بالك، قراراتك اليومية أغرب مما تتخيل. أهو 5 حاجات بتخلي مخك ياخد قرارات بطريقة مريبة جدا. أول حاجة، 80% من وقتك بتفكر في إيه اللي ممكن يبقى غلط، مش في إيه اللي ممكن ينجح. يعني أنت داخل أي خطوة والمخ بيقولك تعالى نكتئب شوية قبل ما نبدأ. تاني حاجة، لما تبقى جعان بتاخد قرارات أجرأ. الجوع بيخلي الأدرينالين يزيد، فدماغك يقولك جرب يا عم، إحنا خسرانين إيه؟ المعلومة التالتة غريبة جدا، القلق ممكن يكون دليل ذكاء مفرط. العقل القلق دايما بيحسب كل السيناريوهات حتى اللي محدش فكر فيها أصلا، لكن لو زاد الذكاء ده بيقلب ضدك. المخ بيحب يكرر الغلط المألوف أكتر من الصح الجديد. يعني لو اتعودت تعمل حاجة غلط مخك يقول دي أمانة إحنا عايشين، بس الجديد لا، شكلها خطر. وآخر حاجة، قرار واحد صغير بس ممكن يغير مودك يوم كامل. اختار كلمة أو خطوة أو حتى نية بسيطة وشوف اليوم بيتقلب إزاي، لأن التغيير الكبير بيبدأ من قرار صغير. قول لي في الكومنت أكتر قرار غريب أخدته وندمت عليه، ودوس فولو عشان الجاي هيكون أغرب.